السلام عليكم شعبي، شعب الألفي، المنادل في الوطن وبرا الوطن في كل ناحية العالم. تحياتي. أتمنى تكونوا كل جميعا بخير، وأنا الحمد لله بخير. اليوم أنا جاية عشان أتكلم على الوطن، وجاية أنادي شعبي، شعب الإريتري كله مع بعض، من الكبير للصغير، بالذات 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 للوزارة والسفارة، حضرة السفيرة وحضرة الوزيرة وحضرة السفير وحضرة الوزير. تحياتي خاصة لكم، شعبكم، شعب إريتري، بالذات بالذات اللي هم أولادكم وأولاد أولادكم، اللي ما قدرنا نأمن لهم الحياة الصحيحة في الوطن، نأمن لهم طفولتهم ونحميهم من الشر. ما قدرنا، لهالسبب تعذبوا في الوطن، بعدها برا الوطن، في السهرة، في القربة، وفي البحر، شافوا الويل، شافوا اللي المفروض ما يشوفوه. مع ذلك بعد ما تعرضوا جسميا عقليا، صاروا ضعيفين وتعبانين ومهزوزين. ولكن اليوم عم بيقولوا كفاية، كفاية اللي شافوه، كفاية اللي صار لهم، كفاية. عم بينادونا بعد ما كان ضحيتنا وتعدى هيدا كله، اليوم جايين ينادونا. لكن نحنا إذا ما قلت ولا نحنا، لكن متأخرين متأخرين. يا الوزيرة، يا سفيرة، امبارح قلنا معلش يمكن فهمين قلت، أول امبارح كذلك، كل المدة فاتت، اليوم بعد اليوم بإهمالكم بإهمالنا كلنا. لكن انتوا اللي تقدروا تعملوا، انتوا اللي في ايدكم حاجة، الشعب ما في ايده حاجة. الشعب من نتيجة إهمالكم، من نتيجة أدنو إيش ولا ما بعرف. لكن حتى الشعب كمان ضحية، هو وأولاده. مع ذلك عم بينادل. اليوم عم نناديكم نحن، إذا كان إيد واحدة تقدر تعمل حاجة كان عمل اللي قلناه مع أولادنا وأولاد أولادنا. ونص الشعب اللي كان ينادل، شعب إريتري، ما بعمره وقف من النضال. لكن الله يسامحكم، الله يسامحكم، تقسمنا. لكن اليوم ما في حاجة تخلينا ما نكون مع بعض. بعد ما قال لكم ما كسرنا، نحن ما كسرنا، اشهدوا شهادة لله، نحن ما كسرنا، يا ما كسرنا، يا ما كسرنا، كسرنا كثير. وبعدها كمان قال ما تحسر على الشعب، ما تحسر على الوطن، ما تحسر على الشهداء، هو تحسر على الزمان. هو قال صار علينا 3 قرون. يا الله، يا الله، الله شهد، الله شهد عليهم كله. هو انتو هيدا كمان ما كفاية؟ اللي شفته ما كفاية؟ لا كفاية. تعالوا، تعالوا نترجاكم، نناديكم، نترجاكم. إذا كنتوا عاوزين رجاء نترجاكم، لأنه الوطن معاكم، بدونكم ما راح تكون وطن. أنا معاكم، نحن مع أولادنا، كلنا على بعضنا نكون إيد واحدة عشان نحمي وطننا. بكرة ما راح ينفعنا الندم،
كفاية كفاية دموع الندم، دم الحسرة، كفاية. أولادنا عم بيقولوا كفاية، تعالوا نكون معاهم. إذا كان كلامي شوية ما مرتب، أنت عارفين تقرينيا دي ما لغة أمي، شو اسمه، عربي دي ما لغة أمي، بس أنا عم بحاول بكل لغة اللي بعرفها، عم بحسس بعبر إحساسي. عشان كده إذا كان كلامي ناقص أنتوا كملوها، معلش ما في مشكلة كملوها. لكن كل غرضي أنا تعالوا، تعالوا نكون مع بعض عشان ننقذ الشعب والوطن. إذا كنت غلطت معكم سامحوني، بس كل غرضي لأني متحسرة باللي عم بشوفه، باللي عم بيحصل. وأنتوا الله يسامحكم. إيش حقول؟ اللي فات فات. اليوم تعالوا نكون مع بعض، اليوم تعالوا ننقذ الشعب، اليوم تعالوا ننقذ الوطن. كلهم زي ما قلت، كلهم أولادكم وأولاد أولادكم أكتر من سنة عم بيقولوا كفاية بكل ناحية في كل شارع، لكن الواحد ما راح يقدروا يعملوا حاجة. لازم نحن نكون معهم عشان المشوار تكمل. كل ما كنا ناقصين ما راح نوصل في اللي عاوزينه. إذا كنا حنوصل حنتأخر، لكن إذا كنا مع بعض الرسالة حتوصل في زمانها وفي وقتها. وشكرا إذا كنت غلطت معاكم زي ما قلت، اعذروني أنا أسفة. لكن كل غرضي نحن نكون مع بعض عشان ننقذ أولادنا اللي ما قدرنا ننقذهم في زمانه، لكن ملحوقة اليوم كمان. صحيح فات كتير، صحيح تعذبوا كتير، لكن لو اليوم جينا كمان أكتر أحسن من البلاش. وشكرا لكم. حفتكم أسمرة جزائي من غلود ديتات لمدحان حزب هاجرا. مع السلامة.